أفادت مصادر محلية أن بلدية تيمياوين الواقعة على بعد 150 كيلومتر من مركز ولاية برج باجي مختار جنوب الجزائر تشهد تفشيا مقلقا لحمى الملاريا مع بداية فصل الخريف، حيث أكدت هذه المصادر أن العيادة المحلية قد استقبلت عدة حالات مصابة بالمرض، مما أثار مخاوف من انتشار الوباء أكثر بين السكان. وكحصيلة أولية 10 وفيات وإصابات عدة، هذا ما أثار نوع من القلق والمخاوف بين سكانها. من جانبه كشف النائب البرلماني إنراب سيدي أنه اتصل صباح اليوم بوزير الصحة الذي كان في مهمة عمل خارج الوطن لإبلاغه عن الوضع الصحي الخطير في الولاية الحدودية برج باجي مختار وعين قزام. وبعد الاجتماع الطارئ الذي عقد مع وزير الصحة تم التوصل إلى القرارات التالية: إرسال لجنة وزارية مختصة في الأوبئة إلى برج باجي مختار، توجيه مديرية الصحة برج باجي مختار لإرسال قافلة طبية لتلقيح المرضى، التنسيق مع معهد باستور لتوفير اللقاحات بكمية كافية ونقلها جواً، وضع مديرية الصحة بولاية أدرار في حالة تأهب لإرسال قوافل طبية إضافية عند الحاجة، التنسيق مع السلطات الولائية لمتابعة الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة.